السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أخباركم إيه؟ معاكم حمدي أحمد، أول حلقات برنامج معلوماتي مع حمدي أحمد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حرب شوارع في اتحاد كرة القدم بسبب أزمة القيد. طبعا في حرب شوارع ما بين حازم إمام وجمال علام بسبب قرار منع نادي الزمالك من أزمة القيد بسبب اللعيبة اللي هم محمود شبانة وناصر منسي وكمان احمد بن حاج اللاعب المغربي. طبعا كان الكل كان موافق فعلا تماما على عدم قيد لعيبه نادي الزمالك، ولكن دلوقتي بدات معركه قويه ما بين حازم امام وجمال علام، وان حازم امام بيقول لازم نرجع في القرار ولازم اللعيبه دي تلعب مع نادي الزمالك بعد الحرب اللي عملها جمهور نادي الزمالك على حازم امام. ولكن جمال علام حتى الان متمسك بعدم قيد لعيبه نادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك الرئيس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طبعا قام بدعوى قضائية ضد اتحاد الكرة في مجلس الدولة، ولكن اتأجلت خلال أسبوع وطبعا هيتم الرد، ولكن بعد منها هياخد أوراق من مجلس الدولة ويقدمها لاتحاد كرة القدم فيفا. وطبعا في ضغط كبير جدا 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 من لاعب أحمد بن حاج اللي هو اللاعب اللي جاي من أسوان إعارة 6 أشهر بنية البيع. طبعا اللاعب ده معاه جنسية أسبانية، وطبعا هيروح لحاجة اسمها فيفا برو وهيشتكي اتحاد كرة القدم بسبب عدم لعبه مع نادي الزمالك وتقييده في الميركاتو الشتوي. دي طبعا المعلومات اللي عندنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله يكون في حلقة جديدة ماذا يدور في اتحاد كرة القدم بسبب قيد لعيبة نادي الزمالك.